النهارده يا شباب هناخد اول جزئيه خالص في ازاي اللي انت تكتب مقال، وهو how to write an introduction for your essay. ومش بس في المقال، لا ده لو انت كمان عندك presentation، لو انت حابب اللي انت تتكلم وتشد الشخص اللي قصادك اللي هو يسمع الموضوع ويكمل الحديث بتاعك، فهتستخدمها في حاجات كتير جدا. الانترودكشن حاجه مهمه جدا جدا، وخلونا يلا نبدأ. اول حاجة عايزاك تعرفها هو احنا ازاي بنكتب الانترودكشن. اهم عنصر في الانترودكشن بالذات بتاع الاساي وبتاع اي حاجة هو حاجة اسمها الهوك. الهوكس ديت او الهوك عبارة عن ايه بالعربي، اسمها ايه؟ هي الخطاف. الخطاف دوت اللي انت تشد كده وتخطف اللي قصادك عشان يكمل ويقرأ المقال بتاعك. تمام، لازم طبعا يكون جدا interesting اللي انت تبدأه كده بحاجة شيقة جدا عشان اللي هو يكمل يقرأ المقال بتاعك. وتاني حاجة عندنا بتتكون منها الانترودكشن وهي الثيسيس ستيتمنت، والجزئيتين دولت هنعرفهم النهاردة في ازاي اللي احنا نكتب المقال. خلونا نبدأ بأول حاجة كده وهي الهوك. هو الهوك زي ما قلنا اللي هو خطاف، زي خطاف كده طعم بيشد السمكة عشان اللي انت تصطادها. بالظبط ده اللي احنا هنعمله واحنا بنشد القارئ عشان يكمل يقرأ المقال بتاعنا. ومش بس اللي هو لو انت بتاخد ايلتس او توفل، لا ده لو كمان انت كونتنت كرييشن وشغال في مكان الماركتينج وبتكتب محتوى، ده هيساعدك كتير جدا. المقال لازم يكون جدا attract attention، بيشد الانتباه، بيكون في شغف كده create interest، يكون الشخص مهتم اللي هو يكمل قراءة، وكمان make the reader want to continue، يخليك اللي انت متشوق ومتلهف اكتر اللي انت تعرف تفاصيل واللي انت تكمل قراءة. هناخد النهاردة انواع الهوكس، وانواع الهوكس ديت مش زي ما اتفقنا كده، مش زي اللي انا اكتب بيها بس المقال، لا ده كمان انا ممكن استخدمها في البرزنتيشن بتاعتي واستخدمها في الكونتنت كرييشن واي شيء انت بتكتبه او بتقوله. كمان التكنيكس دوت بنستخدمه كمان في السبيكينج لو انت هتقول مثلا speech. واول شيء معانا النهارده اللي احنا ممكن نستخدم surprising statement. يعني ايه surprising statement؟ يعني مقدمه كده تكون صادمه، او مقدمه تكون فيها حاجه مفاجاه. تمام، فده كده اول نوع وهناخد عليه مثال. طبعا كل حاجه هناخد عليها مثال من الهوكس ديت. شورت ستوري، ممكن اللي انت تبدا بشورت ستوري، طبعا هتكون ليها علاقه بالمقال اللي انت هتكتبه والشيء اللي انت هتكتبه، اوكي، بس طبعا مش ستوري هتكون طويله، وهنعرف ليه هي مش هتكون طويله في الجزئيه بتاعه الشورت ستوري. تالت نوع معانا في الهوكس وهو interesting questions. والinteresting questions طبعا احنا بنشوفه دايما ناس بتستخدمها في البرزنتيشن، بس قليل اللي بيستخدمه لما هيجي يكتب essay. بس لو انت في content creation بتكتب كاتب محتوى، لا انت ممكن تستخدم الquestions، هتفيدك جدا. رابع نوع وهو الكوتيشنز. الكوتيشنز هنا يقصد بيها الكوتس، بس طبعا مش هتنسبها ليك، وكمان ما ينفعش ان انا اخد كوت الكل الناس عارفاها، لا لازم اخد كوت كده تكون سبيشال، مش معروفة، حاجة تكون جديدة للناس. كوتيشنز معناها الناس هتسأل، معناها زي حكمة او مقولة. خامس نوع وهي الاستاتستكس. والستاتستكس ده برضو بنلجأ لها لو انت هتكتب حاجة لها علاقة بالاقتصاد وبالإحصاء وبالتحليل البيانات، بس دايما برضو مش بنكتبها في لو انت هتكتب حاجة في الكونتراست ايساي مثلا، واخدنا انواع الايسايز المرة اللي فاتت. برضو الاستاتستكس ساعات بتكون بورينج تبدأها كده المقال بتاعك، فحاول ان انت تشوف الاستاتستكس اللي انت هتقولها. اخر حاجة لازم الهوكس بتاعتك والانترودكشن ما تكونش اكتر من 5 جمل، لازم من 3 جمل ل5 جمل، ده كده introduction. حاول قد ما تقدر، لان لو هي زادت عن 5 جمل كده مش هنعتبره introduction. فده كده بخصوص اول جزئية معانا في الانترودكشن هي الهوكس. وخلونا يلا ننتقل اللي احنا نعرف مثال على كل هوك من دولت.
اول مثال معانا النهارده على السربرايزنج ستيتمنت. والسربرايزنج ستيتمنت زي ما قلت كده هي زي عباره صادمه. لو انا جيت قلت لك some people may not realize that McDonald's hamburgers can last for many years without rotting، ان الهمبرجر بتاع ماكدونالدز ممكن يقعد لسنين طويله جدا من غير ما يعفن. اوكي، فاللي هو ايه ده، ازاي ده انا لو سبت حاجه بره في الثلاجه هتبوظ، فاللي هو ده انت عايزه تقنعيني اللي هو هيقعد فتره طويله وسنين من غير ما يحصل له اي حاجه ومن غير ما يعفن؟ فده كده surprising statement. تاني مثال برضو معانا هو French cinema is the most influential genre of film in the last 100 years and has single-handedly shaped modern cinema as we know it. اللي هو السينما الفرنسية أكثر تأثيرا خلال 100 سنة اللي فاتوا، وعندها أحدث سينما زي ما كلنا عارفين. طبعا في ناس ما تعرفش ان السينما الفرنسية أثرها واسع اوكي في آخر 100 سنة. فاللي هو ايه ده، لو حد مهتم بالسينما وكده هيحب اللي هو يكمل المقال واللي هو يقرأه. وليه لا، احنا كلنا فاكرين هوليوود وبوليوود، بس مفيش حد فكر في اللي هو الفرنش سينما. فده كده باختصار السربرايزنج ستيتمنت، وده معظم الوقت بنلجأ له. تاني حاجة عندنا وهي الشورت ستوري. والشورت ستوري بتكون حاجات بسيطة زي ما انتم شايفين كده، مش كاتبة ستوري طويلة، لا ده هي 1 2 3 sentences. اوكي، فلازم اللي احنا نكون واخدين بالنا كويس جدا ب3 جمل، ده كده هوك. خلونا نشوف هنا الستوري بتاعتنا. The American soccer team was not expected to do well in the World Cup. Then they surprised everyone by beating Ghana in the first match. This early success made fans believe that the US team could go far in the tournament. طبعا فريق امريكا ما كانش متوقع خالص الفريق بتاعه يروح للورلد كاب، اوكي، بس اتفاجئوا اللي هم غلبوا غانا. فاللي هو ايه ده بجد تمام، فكانت حاجه سربرايزنج جدا. فاللي هو ايه ده، ازاي امريكا تغلب غانا؟ فده على سبيل المثال زي كانه اهلي وزمالك كده. فدي كانت شورت ستوري مكونه من 3 sentences قدرنا اللي احنا نشد بيها القارئ. تالت حاجه وهي الانترستنج كويشنز. انترستنج كويشنز المفروض اللي هي تكون حاجه شيقه جدا. لو انا جيت سالتك دلوقتي what makes teenagers lie to their parents، هو ليه المراهقين بيكذبوا على اهليهم؟ ليه؟ لو جيت مثلا قلت لك ليه نسب الطلاق زادت جدا، ليه مثلا عدد الجواز بقى يقل؟ فده كده interesting questions هتبتدي ان انت تخلي القارئ يفكر، اوكي، وهيبتدي يبقى عايز يكمل اللي هو يقرأ المقال. زي ما اتفقنا اللي احنا مش دايما بنلجأ له، بس لو انت بتدي speech او بتعمل presentation، ابسط الطرق الانترستنج كويشنز اللي انت تبدا بيها هيساعد الناس جدا اللي هي تشاركك وتبتدي اللي هي تبقى مهتمه، اللي هي عايزه تعرف اكتر وتدلي برايها. رابع حاجه وهي الكوتيشنز. وزي ما قلت لكم الكوتيشنز لازم تكون مش معروفه ومش حاجه مشهوره الناس كلها تبقى عارفاها، لا هي المفروض تبقى حاجه سبيشال، حاجه اللي هي تفاجئ الناس. لو انا جيت قلت لك ان في مقوله بتقول as soon as you stop wanting something you get it، لو انت بطلت تسعى للشيء هيجيلك. اللي هو ازاي ازاي انا عايزه اعرف ازاي. اوكي، فلو حد فعلا كتب المقوله ديت هبتدي ان انا هتشد ان انا اكمل واقرا اكتر ازاي اللي انا لو وقفت ما اعملش الحاجه وافكر فيها هتجيلي، اللي هو زي الدنيا ما بتديش محتاج كده ولا ايه. فده كده كان رابع نوع. خامس نوع معانا وهو الاخير الستاتستكس. والستاتستكس عندنا الاحصاء، ودي بنستخدمها بحاجات accurate جدا. لو انا جيت كده اديتك مثال وقلت لك researchers have found that there are 1.22 more deaths from car accidents in rural areas than in urban areas in the US. فاللي هو ايه ده، ثانيه واحده، يعني في المناطق الكرويه او الريف بيكون عدد الوفيات اكتر من المناطق اللي هي الحضريه في الحوادث بتاعه العربيات، العدد بيزيد ازاي؟ فده كده الستاتستكس. فطبعا لو انت بتكتب حاجه ليها علاقه بالاحصاء وهتبتدي ان انت تحكي في الحوادث السيارات وكده، فيبقى ديت كده هوك حلوه جدا. طبعا افتكروا اللي احنا الستاتستكس مش دايما بنستخدمها.
ده كده انواع الهوكس اللي كانت عندنا. جه معاه تمرين بسيط كده، اوكي، ديت المفروض introduction اللي انتوا ترتبوها عشان تبقى introduction. تمام، هي مش مترتبه ومحتاجه ان انت ترتبوها 1 2 3 4. وقفوا الفيديو دقيقه بعد كده ارجعوا للحل. طبعا ده كده الحل لو انتوا وقفتوا الفيديو ورجعتوا. خلوني ارجع افكركم تاني باجزاء الانترودكشن. والانترودكشن بتاعنا بيتقسم لهوك، اوكي، او جنرال ستيتمنت، عشان اغلب الوقت بيكون المستخدم جنرال ستيتمنت. وبعد كده تاني خطوه عندنا هي ثيسيس ستيتمنت. طب هي ايه ثيسيس ستيتمنت؟ وده اللي انا لسه هنشرحه، وده الجزء التاني من الفيديو. بس حابه ان انا اقول لكم ان الانترودكشن غالبا بتبقى عامله زي القمع ده، اسمه فانل، بيبدأ بواسع وبعد كده في الاخر بيبتدي اللي هو يضيق، عشان لما يضيق يبقى ده الحاجة اللي احنا عايزينها، الخلاصة اللي احنا هنبدأ نتكلم عنها. وبما ان انا قلت لكم كده يبقى ده الثيسيس ستيتمنت. بنبتدي بجنرال ايديا، جنرال ستيتمنت او هوك تشد القارئ، وبعد كده الثيسيس ستيتمنت تبقى هي البوينت بتاعتي اللي انا هبدأ اتكلم فيها. خلينا اللي انا ارجع افكركم كده واقول لكم اللي احنا الانترودكشن لازم بتكون من 3 ل5 جمل فقط، و3 ل5 جمل فقط يبقى انت هتكتب من 5 ل6 باراجراف. لو انت مش عارف طبعا ليه من 5 ل6 باراجراف والفرق ما بينه وما بين الايساي، اوكي، كده ارجع للفيديوهات اللي فاتت. تاني حاجه برضو عندنا if it's over 6 sentence، لو انت بقى اكتر من 6 جمل ده كده انت مش كاتب introduction كويسه خالص، وهي مش منظمه، يبقى انت مرتبتش افكارك. خلونا نعرف اكتر عن الثيسيس ستيتمنت. الثيسيس ستيتمنت عباره عن ايه؟ عباره عن التوبيك، الموضوع اللي انا هتكلم فيه، زائد الكنترولينج ايديا. طب ايه هي الكنترولينج ايديا وازاي اللي انا اعرف اللي انا اتكلم عنهم؟ زي ما قلنا كده ان الثيسيس ستيتمنت بتكون توبيك وبتكون كنترولينج ايديا، والتوبيك ده الموضوع نفسه اللي انا هتكلم عليه، اما الكنترولينج ايديا ده الايديا بتاعتي انا هتكلم عن ايه. طبعا الثيسيس ستيتمنت اللي هي مكونه من التوبيك والكنترولينج ايديا لازم تكون very specific as possible. لو هي ما كانتش دقيقه كده انت يعتبر ما عندكش ثيسيس ستيتمنت، وكده الانترودكشن بتاعتك هيكون فاقده عنصر مهم. الكلام ده مهم جدا بيتحاسب عليه في الايلتس كتير. خلونا ناخد مثال كده على الثيسيس ستيتمنتس. لو انا جيت قلت لك Iceland is a beautiful country to visit to learn about a new culture، يبقى التوبيك ايديا بتاعي هي ايسلندا، اوكي، والكنترولينج ايديا بتاعتي اللي هو to visit and to learn about a new culture. طيب تاني مثال eating a vegetarian diet improves health and extends life. eating vegetarian، فانا كده اتكلمت التوبيك ايديا بتاعي الفيجيتيريان دايت. ماله بقى هتكلم عليه في ايه هقول فيه ايه، او ايه الكنترولينج ايديا بتاعتي اللي هو healthy and extends life، وبيطول العمر. طب لو خلونا ناخد مثال تاني كده the American government، يبقى انا كده التوبيك ايديا بتاعي الامريكان government، الحكومة الامريكية، مالها هتكلم عليها في ايه؟ provide health care to all of its citizens، هتكلم عليها اللي هي بتوفر رعاية صحية، فيبقى كده الكنترولينج ايديا هي الهيلث كير للسيتيزن بتاعتها. فده كده سيمبلز بسيطة جدا على الثيسيس ستيتمنت. خلونا هنا ناخد شوية ملحوظات كده على الثيسيس ستيتمنت. اول حاجة ما ينفعش اللي انا انوه عنها، اقول I will talk about this or I will talk about the American football or I will talk about Iceland or I will talk about the culture in Iceland، اوكي، فده كده مش هينفع اللي انا انوه عليها لان انت كده بتنوه. تاني حاجة ما ينفعش اللي انا اكتب شيء يكون هو اوريدي حقيقة، اوكي، الشمس بتشرق من الشمس، ما الناس كلها عارفه بتشرق من الشمس، اوكي، في احتباس حراري، ما اوريدي الناس عارفه في احتباس حراري، تمام. ما ينفعش برضو اللي انا اكتب رأي يكون الناس عارفاه، حتى لو انا هكتب الرأي بتاعي بس ده مش مفضل قوي يكون الرأي كلها الناس عارفاه. لو انا مثلا جيت كتبت اللي هو البلاد في حالة تضخم شديد، طب ما الناس عارفه ان البلاد في حالة تضخم شديد، اوكي، فلازم اللي هو يكون arguable. what is the meaning of arguable؟ يكون حاجة كده تثير الجدل، اللي انا اخلي القارئ يكمل اللي هو يقرأ.
تالت حاجة برضو ما ينفعش don't want to use pronouns in your thesis. يعني ايه pronouns؟ وكنا اتفقنا قبل كده على الضمائر اللي احنا نستخدمها، فتقدر ترجعوا للفيديوهات اللي فاتت. you need to be specific and say what you are talking about. يعني ما ينفعش اقعد اكتب it. طب it ديت عايدة على ايه اصلا؟ اوكي، فلازم ان انا اكون محدده في الثيسيس ستيتمنت بتاعتي الموضوع نفسه، ما كنتش مستخدمه ضمير يعود على حاجه. رابع حاجه don't forget to write the two parts، التوبيك والكنترول ايديا بتوعنا لازم اللي احنا نكتبهم. لو في عنصر راح منهم كده يبقى انت ما كتبتش thesis statement. ده كده thesis statements خاطئه. ادوا لنفسيكوا فرصه، وقفوا الفيديو اللي انتوا تشوفوا ايه الخطأ اللي في الثيسيس ستيتمنت ديت. هعتبر ان انتوا وقفتوا الفيديو. اول حاجه كده الثيسيس ستيتمنت ديت غلط. ليه؟ لان احنا هنا ما فيش توبيك ايديا اصلا، لان البروناونز بتاعنا it's important to change it because it will be protect the environment. هو ايه اللي بقى؟ انت فهمت ايه من كلمه it ديت راجع على ايه؟ اوكي، فاحنا ما فهمناش حاجه من كلمه ممكن يكون الاكياس البلاستيك، ممكن يكون عوادم السيارات، ممكن يكون الطاقه الغير متجدده. فاحنا فهمنا ايه من كلمه فلازم التوبيك ايديا تكون واضحه عندنا. تاني حاجه I will give 4 reasons why Germany won the World Cup. هدي 4 اسباب واضحه ازاي المانيا فازت في الورلد كاب. طب ما انا كده نوهت، فانا ما ينفعش ان انا انوه اللي انا هتكلم عن ايه. People should stop smoking because it is dangerous for health and is a dirty habit. على اساس المدخنين مش عارفين اللي هم التدخين خطر، والناس مش عارفة ان التدخين خطر. ما ده كده obvious opinion، الناس كلها عارفة، فما ينفعش ان انا اديها. Saving money is important. The same reason برضو، يعني it doesn't have a controlling idea. وكمان saving money is important. حوشت فلوس هعمل بيها ايه؟ مفيش controlling idea. فده كده من الاخطاء اللي الناس بتقع فيها. ده كده ملخص. اتعلمنا النهارده ازاي نعمل هاك. اوكي، اخدنا الانواع بتاعته. اتعلمنا كمان ايه هو الفانل، خلي الانترودكشن بتاعنا زي الفانل كده. كمان عرفنا الثيسيس ستيتمنت بتتكون من ايه، topic idea and controlling idea. تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للتشانل عشان ده نص عليا ونص عليك، وشوفكم في حلقة جديدة.